الفنان القدير، وأنا هون. أنت فنان شامل متكامل. آه، فنان من الصف الأول. عبد الناصر مرقبي، أهلا وسهلا فيك ببرنامج الرحلة، نورتنا. يا اهلا وسهلا فيك محمد نورتنا. الله يسعدك يا رب. شكرا لك على التقديم الظريف. الله يكرمك يا رب. بداية، كيف بيكون يومك؟ كيف بتقضي وقتك أستاذ عبد؟ هلا بشكل عام نحن عندنا موضوع الاستيقاظ هذا الصباحي. دائما عندنا استيقاظ صباحي مبكر جدا، يعني 6:30. تمام. نبلش يومنا يعني نستقبل هي الطاقة الكونية لحتى يكون يومنا حلو. وبشكل عام أنا بحس عجلة الزمن يعني النهار بتمر ببطء عندك هذا الوقت، يعني من الصبح لوقت الظهيرة لما تكون الشمس عمودية في السماء. أطول زمن هيدا ممكن تستغله ويمشي ببطء. فما بين الحياة الاعتيادية اليومية، ما بين الاستماع إلى الموسيقى، ممكن يكون في عندي قراءة معينة بقرأ. بالإضافة إلى موضوع الكتابة، أحيانا بتكون هيك مزاج صافي أكتب الصبح. والأنشطة العائلية بقى بتبلش بعجلة الحياة اليومية اللي بمر فيها أي إنسان. تمام. بداياتك الفنية، كيف كانت بداياتك بعالم الدراما؟ والله بالبيت. الله يسعدك. بخيل روحك الحلوة والمرحة. حبيبي يخلي لي روحك. هلا بشكل عام يمكن العلاقة كمان تركيبة العائلة لما بيكون في عادة، بحس انه دائما بهذا الوسط العائلي دائما تنفرز الشخصيات، كل واحد بيروح يبين ميوله من خلال الجلسات العائلية، من خلال النقاشات، الأجواء اللي بيعيشوها. الأهالي بينتبهوا لهي الأمر وبيساعدوا بتوجيه أطفالهم يعني إلى المكان اللي بيناسبهم، اللي ممكن يعطيهم ثمرات في حياتهم. أنا كنت من الناس اللي كثير عندي اهتمام موضوع التمثيل، التقليد في هذيك الفترة. فكان مريم الله يرحمها اللي هي جدتي كانت اللي أحمد بدير أنا وصغير، أعتبر مع إنه يعني أعطي هذا النفس اللي فيه كوميديا بالحياة، حياتنا لما نطلع مشاوير نجتمع مع بعض. بالإضافة لأنه ربينا على موضوع السينما نحن وصغار. كان عندنا هذا الطقس الأسبوعي إنه نتقسم كعائلة كل خميس في مجموعة تروح تحضر فيلم. كان كثير طقس جميل، يعني أنت لازم تستعد تكون في كامل أناقتك، العطور، العطورات، اللباس. هي الطقس كنا كثير نعيشه. فيما بعد هو أنا بحس إنه هو هيئني للدخول لعالم المسرح، يعني المسرح حس فيه تقاطع بينه وبين السينما في نفس الوقت. بعد مرحلة الوعي الأولى خلينا نسميها فترة الفتوة، يعني أول ما بصير واحد فتى خلينا نقول بالمدرسة، يعني بلشت هي الأنشطة تظهر، نشوف أصدقائنا. يمكن أنا ما كنت أعرف طريق للوصول إلى المسرح، فبلشت بداية بالفنون الشعبية. تمام. وأسست مع مجموعة من الأصدقاء يعني فرقة مركزية بلادية للفنون الشعبية. قدمنا مجموعة من العروض لبين ما عرفت طريق المسرح. فانه لا، انا هنيك شغفي وهنيك حلمي وطموحي وحياتي. فبلشنا بقى الغمار هي الرحله العجائبيه في المسرح، فيها كثير تخبطات تناقضات بدك تقدر تستوعبها بذكاء لحتى توصل بشكل صح وتبني شخصيتك بشكل صح. للمشاهد. المسرح الحقيقه يعني اول ما دخلت فترة الشبيبة خلينا نقول، خضعت دورة إعداد ممثل. كان معنا أساتذة كبار يعني في هذاك الوقت، أستاذ زياد عجلان أستاذ موسيقى، كان معنا الأستاذ سجيع قرطماز، هو يعني باحث تاريخ وله باع في المسرح. كان معنا الأستاذ زهير رمضان الله يرحمه، الله كان يرحمه يعطينا يا رب. مسرح. كان معنا الأستاذ عبد الله الشيخ خميس، كان معنا إن شاء الله ما أنسى حدا. يعني كان في معنا مجموعة حقيقة هن من الكبار في المسرح وفي الفنون المسرحية وفي تفرعات يعني. تمام. هلا في ختام الدورة يمكن ما ضل حدا إلا ما بده ياخذني لبطولة عمل مسرح، وحقيقة ارتبطت بثلاث أعمال. ولكن أنا ما شفت حالي فيها، أو شفت إنه لا لسه بكثير، أو في شيء بعد نقص.
فرحت إلى مكان آخر هي عملية البحث. فبلشت قراءات المسرح، البيولوجيا، في علم الأديان، في الكتب السماوية. بدي وسع مقدراتي، وسع آفاقي، وسع الرؤى تاعيتي، مخيلتي. ابحث حتى عن الكتب التخصصية في المسرح، اقرأ فيها، اعمل دراسات لحالي. بهي الفترة اللي امتدت أكثر من سنتين يمكن، حتى موضوع التدريبات اللياقة والفيزيون وتدريبات الصوت والقتال المسرحي، كل ما يخص فنون المسرح، إضاءة، ديكور، بنائية الديكور، كل شيء فيه له علاقة بالمسرح كنت أبحث عنه، كان قريب أو بعيد، لحتى أقدر أبني شخصية مسرحية خاصة فيني. وحقيقة هذا الأمر كثير فادني، لأنه يمكن بتوقع أنا لو رحت هذا الاتجاه المعرض علي إني آخذ البطولات، يمكن كنت رحت لمكان آخر، هذا اللي إنه أنا وصلت، أو إنه خلص انفتحت البوابات قدامي أو شيء. ولكن الشيء اللي عملته أنا فادني أكثر. هلا أنا رجعت على المسرح، قدمت نفسي بهذيك الفترة، رغم إني كنت صغير، قدمت نفسي كممثل، تحقيق جيد وإلى ما إنه لا، أنا فقط كان هدفي إنه أقدم نفسي بشكل جيد وبمركز جيد بس، ولكن أنا ممثل. فرجعت كممثل، ورجعت أتعاون طبعا مع الكبار بهذاك الزمان، الله يرحمه الأستاذ حسن أسرد، يعني طبعا من الناس اللي اشتغلت كثير أنا وياه أعمال مسرحية، وزميلنا سهيل كتاب. وفيما بعد يعني اشتغلت، تعاوننا مع أغلب الفنانين الموجودين عندنا بلادي، الأستاذ سليمان شريبة، زميلنا اللي كان يعني طالب معنا الأستاذ لؤي شانا، فيما بعد لما التحق وصار مخرج، اختار هو طريق الإخراج المسرحي. وكمان مشان ما أغفل بالدورة كان معنا الأستاذ محمد إسماعيل آغا، هو خريج روسيا، مخرج تلفزيوني، كمان اجى ساعدنا في الدورة اللي حكينا عنها الأول. ومشينا بهذا الطريق الجميل، يعني محطات كثير يعني ما بين الداخل والخارج، في مهرجانات وجوائز، إلى أن وصلنا آخر يعني مجهود جماعي، خلينا نقول إن مع زميلنا لؤي شانا يعني عملنا خطوة، أنا أعتقد هي خطوة رغم أنه لم تغطى إعلاميا بشكل جيد ولكن كانت خطوة عالمية مهمة جدا وتسجل في تاريخ سوريا، اللي هو أنه عملنا عرض مسرح في هيئة الأمم المتحدة. تمام. فيما بعد يعني الموضوع التلفزيون يعني صار بالمصادفة، أول عمل كان القصاص بترشيح يعني من رئيس فرع النقابة الذاتية الأستاذ نزار حلوم رحمه الله عليه. أنا الحقيقة ما كنت حاطط بالي هذا الأمر، أنا بالنسبة لي الطموح كان مسرح ما أكثر يعني. تمام. وبعد إجا البحر أيوب، هو تأليف كمان زميلنا من اللاذقية رياض الحاج. البحر أيوب كان يعني أول يعني صدمة فنية بالنسبة لي، لأنه كنت آخذ يعني أول طلعتي خلينا نقول آخذ دور بطولة مع أغلب نجوم سوريا كانوا موجودين في الأعمال. وبتعرف لما أنت تدخل فجأة على هذا المكان يعني بيكون في بالمقابل في يعني والبدايات بتكون أشخاص كثير محابين تكون بهذا في عادة عندك معاناة. هلا أغلب الناس تسألني إنه أستاذ أنت يعني أخذت فرص، إنه ليش ما استمريت؟ استمريت لأنه في ناس كثير ما بدها إياكم في هذا الحكي بكل بساطة. تفضل. نحكي شوي بالتمثيل. هلا أنت بالدوبلاج كان لك شيء ما؟ على ما أعتقد. إيه طبعا. تمام. حدثنا شوي عن الدوبلاج، نحكي شوي عن الدوبلاج. أنا اشتغلت بالسنافر، سنفور مازح. أهلا يا أستاذ عبد، أتمنى لك مستقبلا باهرا. لقد أرسلت إليك علبة، أتمنى أن تفتحها. حلو كثير، حلو. هلا شوف لك عالم الصوتيات خلينا نقول، سواء كان الإذاعة ولا الدوبلاج أو البرامج، خلينا نقول الأفلام الوثائقية والدراما وإلى ما هنالك، كل واحد له عالمه الخاص. الحقيقة هلا أنا دخلت موضوع الدوبلاج، أنا شخص دائما في كل لقاءاتي بقول إنه أنا
بضل عم بتعلم. انا تمام. حدا بدي اتعلم لحتى اموت بضل عم بتعلم. ولذلك اغلب الفنون دخلت علي من باب التعلم اكثر من انه هي حرفه اختارها في حياتي. هلا اشتغلت فتره منيحه بالدوبلاج باعمال كثير، وحقيقه تجاوزت بسرعه تمام الموضوع التقنيه تاعتها، يعني من وقت اللي كانت بوراء لحتى صارت خط الشاشه الاصفر والاحمر والاخضر والرموز والى ما هنالك. وكان عندي المقدرات الصوتيه، خصوصا بهذيك الفتره كنت كثير اتدرب صوت ولساتني مثابر بالمسرح، فكان عندي القدره العاليه على التلوين، وهذا يعني ما حكي الاساس اللي بيشتغلوا بالدوبلاج. راح اتجاه ثاني لما بلشت الناس تتعرف علي، تتعرف على خامة صوتي، راح باتجاه التعليق ايضا. تمام. واتجاه البرامج الوثائقية والافلام الوثائقية الدراما. اخر تجربة كانت يمكن اتذكر محطة تي فور يو، الافلام الهندية، يمكن عامل لهم شي 3000 دعاية اول ما تأسست المحطة. تمام. فانه الناس كانت معجبه بخامه صوتي والاداء الصوتي اللي عندي، بس انا عديتها بالنسبه لي هي مجرد تجارب فقط لا غير. يعني انه ما له مكاني هون، ما له فن متكامل انا بشوفه، ولا انت كيف؟ الدوبلاج ما له فن متكامل، انت كيف بتشوف هاي النظريه؟ لا هو كلهم جزئيات، هي جزئيات من الفن، بس كل جزئية يعني كمان يعني شوف هلا مثلا عندك الإذاعة، موضوع الإذاعة هو عمل يعني تخصصي وجدا مرهق. يعني أنت تخيل أنت مثلا عم تشتغل ما كمذيع، هلا عم بحكي كفنان كممثل، أنت بدك توصل صورة من خلال أداء صوتي فقط لا غير، ما عندك شيء. قديش في لازم الممثل الإذاعي يكون عنده هي الملكة وهي المقدرة وهي سعة المعرفة لحتى يقدر يوصل لهذا المكان. دوبلاج شيء ثاني، سواء كان أطفال ولا مسلسلات مدبلجة، هو فقط أنا بالنسبة لك عالم الصغار قد يكون أكثر صعوبة. دوبلاج عالم الصغار أنا بشوف إنه لا، كثير فيها صعوبة إنك تقدر تعمل شخصية وتوصل للناس والناس تحبها، سواء كانت شخصية شريرة ولا شخصية خيرة، بس من خلال هيدا الأداء الصوتي اللي لك تقدر توصل لهي الصيغة. بينما دوبلاج المسلسلات بحسه محدود، يعني ما في هذيك ما معك هذيك المساحة للتصرف. يعني أنت بالنهاية محدود امام حوار معين وامام لبسينج معين بدك تشتغل عليه كاداء صوتي، فبحسه هي مهنه احترافيه اكثر. كيف شفتني بالدوبلاج؟ رايحه باتجاه اكثر ما ظريف ما قدمته هلا هي الفقره. يعني انا كمان بالاذاعه اكثر شيء مثلا الهيئه العامه للاذاعه والتلفزيون في سوريا، اهلا وسهلا بكم، نورتنا. حلو. إنه ليس تمساحا عاديا، إنه تمساح الأناكوندا. أهلا. حلو، برافو عليك. الله يسعدك يا رب. بوادي الذئاب كان لك شيء بالدوبلاج؟ والله بوادي الذئاب يمكن هيدا العمل مشتغل ما يقارب 70 شخصية على فكرة، وأحيانا كثير كنت اشتغل يعني مشاهد يكون فيها 5-6 شخصيات فاعملها لحالي. تمام. بس ما حبيت بصراحه، يعني مع احترامي للكل، كل انسان له رايه يعني وله قناعته، بس انا بالنسبه لي ما حبيت. فبلا برجع بقول لك هي اللي لها علاقه بالصوتيات هي كانت مجرد تجارب بالنسبه لي واكتشاف فقط لا غير. اكثر شخصيه هيك من وادي الذئاب وصف لنا اياها، هيك شخصيه دبلجتها. هذا المسلسل معني من طفولتنا هيك بنتابعه وكذا. والله اقول لك شغله، انا حدا عنده زهايمر بالعمل. سلامتك. صدق او لا تصدق. لا اكيد بتذكر انا مثلا شخصيه هو يعني هو لانه بالاساس المسلسل ما تابعته، فانا كنت عابده مجرد عمل، بس في يعني احدى الشخصيات اللي هو بيكون سكرتير حدا من هدول الزعماء، بيكون زلمه ختيار كثير،
وبياخذ بنته لواحد من الزعماء بتكون انه ماشيه مبلشه بطريق الادمان ولا ما هنالك، فبده يتخلص منها والده بياخذها وبيحميها ولا ما هنالك. فانا بالنسبه لي هي كان مجرد عمل، يعني ليس فن وليس متعه صراحه. تمام. رساله منك لطلاب المعهد العالي للفنون المسرحيه اليوم. انت فنان، عندك كثير من الاعمال بين المسرح والاذاعه والدوبلاج، وكثير من اعمالك اليوم صاحب موهبه فنيه عريقه جدا. شو بتحب توجه لهم اليوم رساله؟ هلا بشكل عام في عندنا مسألة كثير مهمة ومهمة جدا. تمام. موضوع احترام المدرس. تمام. هذا بشكل عام، يعني ما بس بالمعهد، عم بحكي كصيرورة حياة فيما يسمى التعليم أو التعلم. يعني تمام. نحن في هي الفترة من الزمن للأسف فقدنا هي الخصوصية من الابتدائي وانت ماشي. موضوع احترام المدرس هو موضوع جدا مهم. بقدر ما بتحترم المدرس بقدر ما المدرس بيحترمك وبيعطيك من روحه أكثر. هذا رقم واحد. اثنين، هلا ما راح احكي على انه لا تنغر وما بعرف شو كذا، كل انسان له تركيبته وكل انسان بيعرف هو لوين رايح وشو قناعاته والى ما هنالك. بس ولكن الاهم والاخطر في موضوع فن التمثيل. تمام. لما شخص يدخل على المسرح على المعهد العالي ويدرس فن التمثيل، تمام. اللي هو حد فاصل وشعره صغيرة جدا ممكن يروح فيها نحو الإبداع، وممكن يكون ممثل عادي جدا. هي موضوع الإطار، ألا تتأثر بما درست. تمام. هي مسألة كثير مهمة وكثير خطيرة. يعني بمعنى الفن ما معادلة رياضية 1+1=2، إنه أنا حين أنفعل لازم أعمل هيك وجسم بأعمل هيك. لا، لكل شخصية كاركتر معين وروح لكل شخصية. فلا أتأثر أنا. هي أكيد بدك تاخذها بالمعهد، وهي مفردات لازم تتعلمها، كيف تبين مشاعرك، كيف تبين ردود أفعالك إلى ما هنالك. بس ولكن لا تكون مدرسة لك بعد التخرج في كل ما تعمل به. تمام. ما تكون مدرسة ولا تكون محدود بهذا المكان. خلي أفقك أعلى من هيك، وخلي تفكيرك أبعد من هيك بكثير. أنت هي مفاتيح، مجرد مفاتيح. كل ما تدرسه في المعهد العالي هي مفاتيح للوصول. وأي معهد في العالم غير قادر على خلق ممثل، هو بيوجهك فقط، هو توجيه بحطك على الطريق وبيقول لك هي مفاتيحك وتفضل. تمام. فأنت لازم تخلق حالة الإبداعية تاعيتك وتخلق الشخصية الفنية الخاصة وتثبت نفسك. بتوافقني بالرأي إنه أحياناً شو بدي أشرح لك، أحياناً القسوة بتصنع منك إنسان. يعني القسوة أحياناً بتكون لصالحك. بتوافقني بهالرأي؟ لصالح يعني مثلاً أستاذ عم يعطي طالبه بيكون قاسي عليه كثير، فهذا الشيء ممكن إنه يفيد ولا لا؟ جانب الوحادة في الحياة دائما غير مجدي. أنا بالنسبة لي تمام. ما في شيء بالحياة جانب وحاد ممكن يعطي ثمار جيد. تمام. يعني أنا إذا بدي أكون كأستاذ بالمعهد العالي، أنا ما بين القسوة واللين مش فاضي. ما فيك تكون شخص قاسي دائما، ما فيك تكون شخص لين دائما. يجب أن تجمع الصفتين. تمام. يعني هذا أنا قناعتي. يعني الجانب الوحادي أبدا ما بيعطي نتائج جيدة، وأنت بالنهاية عم تتعامل مع أرواح وناس ليست من مكان واحد، وليست من طينة واحد وبيئة واحدة وثقافة واحدة ووعي واحد. فأنت يجب أن تستوعب الجميع. كأستاذ أنت في المعهد يجب أن تستوعب الجميع وتعرف طريقة التعاطي مع كل شخص، مع كل فرد منهم. تبدأ تكون محلل نفسي قبل أن تكون أستاذ في المعهد. تمام. تقدر توصل لكل شخصية لتعرف تتعاطى معه وتعرف هذا الشخص. يعني هلا شوف المعهد العالي قديش بيحمل عدد طلاب سنة؟ 20؟ يعني قول تقريبا 20. يعني أنت تخيل بلد كامل كل سنة بدك تخرج 20 ممثل فقط لا غير. فقديش لازم تكون أنت من الذكاء كأستاذ
بحيث انه تقدر توصل لنسبة عالية من هدول ال20 لما يتخرجوا يكونوا مبدعين. تمام. ولذلك نحن بنلاقي في عندنا تفاوت بين كل دفعة ودفعة، لأنه الأساتذة عم يختلفوا، الهيئة الإدارية عم تختلف، الهيئة التعليمية عم تختلف. فهي مشكلة إنه يجي حدا عم يتعامل مع المادة اللي عم يعطيها هو فقط كمدرس، أنا عم بعطيه هي المادة ورايح. لا، الفن ما هيك أبدا ما نو رياضيات أو فيزياء أو كيمياء أنا أعطي معادلات أو شيء. هي حياة، هي روح، هي أنا يجب أن أفهم هذا الطالب وسلوكيات هذا الطالب وأخلاقيات الطالب وطريقة تفكيره لحتى أجذبه إلى عالمي. روح لعالمه لأجذبه لعالمي أنا لحتى نطلع بنتائج. التمثيل، نحكي شوي عن ضيعة. تجربتك بضيعة كيف كانت هاي التجربة؟ كان سبب يعني انتشار واسع هذا المسلسل. شو قدم لك هذا العمل كضيعة؟ هلا بشكل عام أنا دائما كنت أقول إنه هذا العمل، وأعتقد ما حدا ممكن يخالفني بهذا الرأي، هو نقلة نوعية لكل من عمل. سواء كان فنانين، سواء كان المخرج ولا المؤلف ولا اللي اشتغلوا معنا بالإضاءة والتصوير والإنتاج والملابس والفوتوغرافي، الكل كطاقم عمل هو نقلة نوعية في حياتنا. وهي شفناها نحن يعني فيما بعد مدى تأثيرها على الممثلين والممثلات يعني والله هذا الفوتوغراف كان انه في ضيعة صار في رغبة انه لا خلونا يشارك معنا. مصمم الازياء مثلا نذكره استاذ حكمت داوود، رغم انه هو مشتغل اعمال وله باع طويل، وهو بالاضافه لمصمم ازياء هو فوتوغرافي ظريف ورسام، بس ولكن هي النظره تاعت الناس، نظره المنتجين، ما بس الناس العاديين، حتى المنتجين نظرتهم هيك انه هدول الاشخاص فينا نستفاد منهم، فعملت نقله نوعيه للكل. شو احلى ذكرى هيك حلوه؟ نحن دائما استاذ نضال سجري كان الله يرحمه استاذنا في الله يرحمه. يعني كان هو درس بالمعهد، وكان هيك دائما اثره طيب وحلو. هيك ذكريات حلوه، شوف هيك شي ذكرى حلوه، مشهد هيك مهضوم. مشهد مهضوم والله انا بتذكر يمكن يوم كنت بدي اروح قبل لك هو واصل ياخذ معصوم تركته يعني هي لما انه قولوا هوب ما توقفوا فورا بالطريق، وحسيت بعلاقه بتركته. تمام، يعني انت بالنهايه جايه على وسيله نقل خطيره جدا ما فيها توسع بمنطقه خطيره جدا، بدك تغامر بارواح ناس. يعني في احد المشاهد هلا موجود بالشارع انه راجعين الكل يعني غايبين عن الوعي، ماني متذكر اسم الحلقه. حقيقه انا كنت استرق النظر على الطريق، لانه المخرج قاعد على غطى المحرك مع المصور، مع حدا كان مشغل المصور، انت ما شايف شيء، وانت بدك تعيش حاله فنيه تطلع صح، ومعك ناس، معك ارواح انت بدك تحافظ عليهم. فانا يعني بين واحد نايم بس انا عم بعمل هي الحركه، عم بسترق النظر من اليمين ومن اليسار حتى اقدر. في كمان مشهد وقت جودة بيسب على ابو نادر تذكر هذا المشهد؟ الا الحكومه لا حدا يحكي عنها، نصيحه ولا تحكي عنها. هو جودة بيقول لك هذا رئيس محفر، لك هذا واحد هبور بنقعد احيانا نتفرج على هاي الحلقات بالمعهد لما ما يكون عنا شيء هيك، فبيقعدوا بيورجونا هاي المقتطفات. شو رايك نعمل مشهد صغير؟ هو الجميل بضيعة هذا الاثر اللي تركه، الروح البسيطه. اشتغلنا ولكن العمل يمكن من
أهم أسباب نجاحه، هلا يوما ما بنحكي على ضايعة الكل، بس ولكن من أهم أسباب نجاحه إنه شغل كعرض مسرحي، يعني كان ورشة. تمام. ما انشغل مثل بقية الأعمال يعني بشكل كلاسيكي، كل واحد وزع له دور ويلا قاعد في البيت عمل له الصفنة العجيبة جاي ثاني يوم بيصور أو شيء. لا، شغل حقيقة كورشة مسرحية، ولذلك كان في هذا الألق وهيدي الروح كان